منصور حزب التجمع الوطني الأحرار في حملة لدائرة هنا على مستوى جماعة بالمنصور، دائرة الأخ بوسلام. أيضا التحق الآن في هذه اللحظات السيد سعيد حروزة قيدوم الحاج البرقية، وأيضا الرئيس وطني لجماعة منصور في إطار هذه الحملة وهذا الدعم على مستوى حزب التجمع الوطني للأحرار. لكم من يجب أن ترقبوا زيد من التفاصيل في هذا. وصلنا إلى الدائرة الخاصة التي سيتم القيام بها بحملة خاصة لفائدة مرشح معلن في إطار الدائرة الانتخابية. الحزب وصل الآن في هذه اللحظات إلى قرار مرشح باقي أعضاء الذين سيساندون الأخ مرشح في حملته، خطور عليا، الناس القبيلة والشيوخ في الفرحة الكبرى التي ستنطلق بعد لحظات. كل حاضر وستبدأ المجهودات الكبيرة في إطار هذه الحملة المشتركة. كما قلت أيضا يحضر السيد رئيس جماعة السي الطيبي بواسطة جماعة منصور، كل الأطر خاصة في هذه العملية التي بعد لحظات كما قلت. إذا دعم ومساندة مطلقة من التجمع الوطني الأحرار، شيوخ القبيلة. أيضا سيتنطلق الحملة في هذه اللحظات الخاصة اللي تيحظى به المرشح ديالنا أينما حل وارتحل. فهنيئا لنا بمرشحنا الذي ان شاء الله هو سيعود فائزا. ستعود الحمامه تحلق عاليا هنا على مستوى هذه الدائره 16. هذه الاجواء الجميله ديال استقبال المرشح الوحيد ديالنا على مستوى هذه المنطقه اللي كنتمناو له الكل التوفيق والنجاح. قبائل كلهم تيستقبلوه، فمرجو من الجميع يخرج يستقبل المرشح ديالنا، سواء الاطفال ديال المنطقه ولا الشباب ولا النساء، لانه مرشح كيستحق بالفعل. حمامه خياك ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو الاستقبال ديال كل الناس ديال المنطقه ديال الدائره 16، كل الجهود المبذوله. فهذا المرشح وهذا المناضل كما قلت يستحق بالفعل الدعم الكامل والدعم في هذه المسيره اللي سنخترقوا فيها الدائره 16. وتمشيو لصالة ذاك الاقتراع وتبينوا على انه هذا الشخص راهو صالح لهذه الدائره، وهو الوحيد لانه يصلح ويدافع عن المصالح ديالكم. وخير دليل هو ان هذه الطرقات اللي تصوبوا الان راه بالفضل ديالو، لانه هو دائما تيناضل ويدافع انه على جميع الساكنه والدائره ديالو بجد واخلاص. ونتمنوا ان شاء الله غدا ان شاء الله تساهموا وتشاركوا في صناديق الاقتراح ان شاء الله ديالو، وتصوتوا بكثافه وديروا الحمامه في الصندوق ان شاء الله، وتكون النتيجه تتفرح وتسعد، ولانه ترجع لكم بالنفع لهذه القبيله ولهذا الدوار بالاخص ديالكم الدائره ديالكم. راعيني السيد المناسب والشخص المناسب الدائره المناسبه، وراي ان شاء الله ما هيكون الا الخير وراءه ان شاء الله. ونتمنىكم انهم تصوتوا بكثافه ان شاء الله. ان شاء الله غدا ان شاء الله كونوا جميعا تساهموا وشاركوا جميع. ها السيد ها هو خير دليل انه طلعنا وتيتصاوبوا وغادي يتزفتوا وغادي يتصاوبوا وغادي يكونوا ان شاء الله ان شاء الله غادي يكون كل شيء ان شاء الله برحمه الله. الإخوة المناضلين ينتظرون هذه اللحظات بعدما أغلقت المكاتب الساعة 7، والجميع يترقب هذه النتيجة إن شاء الله لصالح مرشحنا الأخ بوسلام حموعلال. هادو الشيوخ ديال المنطقة والرجالات ديال المنطقة اللي آمنوا على أنهم يوقفوا بجانب الأخ بوسلام. والحباب كي شي كلمه مناسبه كاينه الحبيب بالرطاب هذا غنمشيو ان شاء الله. ما كاينش دابا حنا راسنا حنا رابحين، حنا دابا منتصرين بها حبيبي كنموتوا عليه. اللهم امين. شكرا لكم تبارك الله عليكم. اذا السلام عليكم كاع الاخوه كينتظروا ان شاء الله. تنتمناو شي نتيجه الحبيب ديالنا خير ياك ان شاء الله كاين نتيجه. دعي معنا الخير، دعي معنا الخير يا ربي تيسر. اللهم امين. وسبحان الله هذه الوجوه الجميله النيره، الرجالات ديال القبيله، وهذا هما الركايز، هذا هما الركايز. اذا هذه ارتسامات قبل النتيجه اللي متابعين معايا تقريبا ان شاء الله عندنا واحد نص ساعه وغادي نسمعوا النتيجه. شكرا لكم. امين في الدنيا وفي الاخره. امين.
فين كنتي يا الحبيب؟ كنت عارف انا كنصاوب نفرش واحد اللود ديال الشعر. تبارك الله عليك. وجد الفراجه. في جانب تنظيمي على مستوى السلطات المحلية من الحضور على مستوى القوات المساعدة التي تحرص على عملية الجانب الأمني لهذه العملية الانتخابية التي تعتبر أيضا من العمليات الهامة. والدور الأساسي للسلطات المحلية هي محاولة مراقبة كل الأشياء ومن أجل أيضا تمتين هذه العملية. وصلنا تقريبا الآن إلى الساعة 7:30. هناك العملية بدأت ديال الفرز، ولكن الإخوة ما زالوا صامدين من أجل تتميم هذه العملية. فتحية للسلطات المحلية وكل القوات المساعدة المشرفة على هذه العملية. لكم مني أشبه التحية. وفرت الخلية الخاصة التابعة لجماعة المركز بن منصور كل الوسائل اللوجستيكية الكفيلة لعمليات نقل الصناديق بأمن إلى الجهات المسؤولة. ودائما حرص القوات المساعدة على هذه العملية ورجال الدرك بكل أمن وسلام. كما قلت هذه الوسائل اللوجستيكية التي وفرت من أجل حماية محيط المؤسسة، وأيضا من خلال أيضا التجربة الرائدة التي كما أكد لي السيد المسؤول على الجهاز الدرك أنها مرت في أجواء سلمية وسليمة. لكم من أجمل التحية. هكذا الدور الأساسي الذي تلعبه السلطات المحلية سواء على مستوى رجال الدرك والقوات المساعدة في عملية تأمين وسلامة هذه الانتخابات الجزئية. العملية سيتم نقل الصناديق إلى القطاعات والملحقات الأساسية من أجل استكمال العملية التي تمت. ودائما الدرك الملكي يحرصون على عملية النهائية التي تمت في أجواء خاصة على مستوى الملحقة الإدارية رقم 16. شو قدامك؟ القيادة. قلت هذه العملية النهائية التي تمت هذه الصناديق الآن التي تم جمع تحصيل النتائج الخاصة للعملية الانتخابية في أجواء هامة في أمن وسلام. إذن ستقوم الدورية رفقة رجال الدرك من أجل تتميم هذه العملية في أمن وسلام. تقريبا الآن نحن في الساعة 8 التي تم إنجاز هذه العملية بسلم وسلام بكل وسائل. لكم مني أجمل التحية في انتظار أيضا تكميل هذا الريبورتاج والفرحة الكبرى التي ستغمر الفائزين في هذه الدورة. النتيجة بينة وفوز بين مسلم حمو علال رفقة السادة الأعضاء والسيد الرئيس. انتصار بين 378 فارق شاسع الذي حققه حمو علال، وبالتالي يعود بشكل شرعي لهذه التجربة الرائدة التي اليوم أيضا كل المناضلين ديال التجمع الوطني الأحرار بعد هذا الفوز تهنئة للسي حمو علال رفقة السيد الرئيس وكل السادة على مستوى المنطقة. أيضا على مستوى الجانب الأمني مرت العملية بسلم وأمان ونهاية سعيدة وعودة شرعية إلى المجلس ليقود إلى جانب السيد الرئيس ورفقة السادة الأعضاء المسيرة التي قدمها هذا الرجل وقدمه هذا المجلس في إطار الرفعة السيدة وفي إطار المشاريع التنموية التي ينهجها هذا المجلس الذي حقق طفرة نوعية على مستوى هذه الجماعة واستطاع بفعل تلاحم كل السادة الأعضاء. هكذا هي الصورة التي نقول لكم جميع الساكنات وديروا شي تصفيقات بين الأجواء انتصار كبير على التأكيد ديالو خبر نتيجة. طيب من الإخوان الممثلين لمكتب مسلم حمو علال اللي غادي نسولوا على الأجواء اللي مرت فيها هذه العملية الانتخابية. مرحبا. السلام عليكم. أنا كنشكر الجميع. نعم. المنطقة ديالنا دوار خباطة. نعم دار التصويت دار عليه نعم كلشي كان بالإجماع. أنت ضليتي النهار كامل تما، كيفاش كانت الأجواء دازت؟ دازت مزيانة، ما كاين حتى إشكال، ما حصلنا حتى شي صعوبة، دازت ومزيانة. عاش مبروك. أنا كنشكر دوارنا بكل واحد كل سمية بكل واحد. بكل واحد. 370 راه ماشي سهلة. كبير. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. الراجل بكلنا بكل شيء.
ناوس عليه هنا هذا الراجل وفيه المعقول. بارك الله عليك. شكرا. ربي تخلينا غادينا بخير الله يرحم الوالدين الله يخلي لنا يا ربي ويخلي لك يعاوننا ويشد له في الوليدات والله يتاويهم وياتهم امين امين الحمد لله ويشد له بالحاجه. انتصار كبير، السادة الأعضاء هم في فرحة هستيرية بعد فوز بين للعضو المحترم بوسلام محمود علول. وهكذا هي الأجواء على مستوى المنطقة ديال جماعة بن منصور إقليم القنيطرة. أيضا صورة جميلة يلتحق السيد الرئيس الذي أبذل جهدا كبيرا يسائلون على النتيجة، واليوم تحقق هذا الانتصار. سنقترب. أهلا وسهلا، ألف مرحبا لكل المتابعين الكريم. شنو كتشكل هذه النتيجة وهذا الانتصار؟ هذا الانتصار ماشي ديال بوسلام محمود علال، انتصار ديال المجلس وانتصار ديال الجماعه وانتصار ديال القبيله وانتصار لنا جميع ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونطالبوا الاستمراريه ديال العمل سي بوسلام محمود علال يبقى غادي بهذاك المنهج ديالو، وهذه ما كتزيد هاد الضربات ما كتزيد الا المجلس وسي بوسلام محمود علال وباقي الاعضاء قوه على قوه، وحنا غادي مستمرين ان شاء الله. سيد الرئيس هنيئا لك، هنيئا لهذا الانتصار. عشت معك واحد الاجواء ديال الفرحه واجواء ديال كيقالوا لي واحد الوقيته ما كتعشاي، لان كنعرف الدور اللي كيلعبوا حمو علال والعلاقه الطيبه اللي بينك وبينه. شنو كتشكل لكم في هذه اللحظه اليوم ونحن كنستنيو كلمه بالمناسبه في هذا الجانب هذا؟ شوف الرئيس فرحان ناشط بزاف والله العظيم هذا الشيء فعلا ما كانش كيشكو الناس، لانه كان عنده واحد هاجس كبير، كان عنده واحد التحدي، والحمد لله بفضل التضافر ديال الجهود وديال الناس ديال القبيله تم التغلب على هذا التحدي وجاء الانتصار. هذا الانتصار ماشي غريب، كان متوقع الحمد لله. الحمد لله الارضيه كل شيء الحاج يعني في القبيله ديالو رجل عليه الاجماع والشهاده ديال صناديق الاقتراع. هنيئا، والنتيجه راه باينه، فرق كبير وشاسع. اذا هنيئا للساده الاعضاء الحاضرين في هذه المناسبه السعيده، الكل باسمه. تبارك الله عليكم.